مرحبا جميعا. أهلا بكم في قناة ستاديوم بيت، حيث نقدم لكم آخر الأخبار الساخنة من عالم كرة القدم. إذا كنت تريد أن تكون على اطلاع بكل ما يحدث في عالم الانتقالات والمباريات، فأنت في المكان الصحيح. اليوم سنتحدث عن صفقات قوية ومفاجآت كبرى قبل نهاية فترة الانتقالات. استعدوا لمعرفة كل التفاصيل الحصرية. لنبدأ بالخبر الأول. ما هو مستقبل جواو فيليكس؟ تشيلسي وميلان يرفضان ضم اللاعب الذي تبلغ قيمته 196 مليون يورو مع استمرار معاناته. غالاتا سراي مهتم. كان جواو فيليكس الموهبة الشابة الأكثر طلباً في العالم عندما برز في بنفيكا، لكنه لم يظهر موهبته التي لا تضاهى. راهنت العديد من الأندية الأوروبية على إطلاق إمكاناته، حيث يحتل فيليكس المرتبة السابعة من حيث قيمة الانتقالات المتراكمة عبر التاريخ، 196 مليون يورو. الآن في 25 من عمره، يقف فيليكس على مفترق طرق في مسيرته، ومن الصعب للغاية التنبؤ بالخطوة التالية في مسيرته الرائعة. قليل من اللاعبين يمتلكون خبرة في اللعب مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة وتشيلسي وميلان، لكن يبدو من غير المرجح أن يكون نادي فيليكس القادم بنفس بريقه. بعد انضمامه إلى تشيلسي مقابل 52 مليون يورو الصيف الماضي، وعير فيليكس إلى ميلان بعد 6 أشهر فقط، لكن فترة لعبه في الدوري الإيطالي كانت مخيبة للآمال للغاية. فماذا ينتظر جواو فيليكس بعد ذلك؟ جواو فيليكس تيبة أمل ميلان ومستقبل تشيلسي. لا شك أن قيمة فيليكس في أدنى مستوياتها، وهي بعيدة كل البعد عن مستواه عندما فاز بجائزة الفتى الذهبي المرموقة مع بنفيكا عام 2019. زاد لليمين أن تمشى للبلاد وفيليكس ميلان والمدينة المركزية بنيسان ما لو بين يعني ذلك. بالنسبة لملايمين، أثارت الصفقة الباهظة لتشيلسي للتعاقد معه بشكل دائم الموسم الماضي، بعد فترة إعارة مخيبة للآمال لمدة 6 أشهر في عام 2023. لم تسفر إلا عن 4 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. دفع ميلان حوالي 6 ملايين يورو كإعارة لضم فيليكس حتى نهاية الموسم، لكن النادي الإيطالي لا يرغب في التعاقد معه بشكل دائم بعد أن سجل هدفاً واحداً فقط من أصل 12 هدفاً في إيطاليا. صور كايل ووكر وهو يودخ فيليكس بين شوطي مباراة نهاية الأسبوع التي خسرها تشيلسي أمام نابولي، طالباً منه تمرير الكرة لأن لا أحد يضاهي ميسي. تعرض اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لانتقادات مستمرة من قبل وسائل الإعلام الإيطالية، ويستخدم بشكل متقطع بشكل متزايد مع تراجع ميلان في المركز التاسع في الدوري الإيطالي. سيعود فيليكس إلى ستانفورد بريدج في الصيف مع تبقي 5 سنوات على انتهاء عقده براتب مجز، وقد يواجه تشيلسي صعوبة في إيجاد مقدم عرض مناسب على الرغم من ظهور ارتباطات مؤخرا بغلطة سراي. يعتقد جونكالو تريستاو سانتوس خبير كرة القدم البرتغالي أن الانتقال إلى تركيا قد يمثل الحل الأمثل، واعترف سانتوس قائلا: لا ينوي ميلان الاحتفاظ به بعد فترة إعارته، وهذا لا يفاجئني. سجل فيليكس هدفاً واحداً فقط في 11 مباراة لعبها مع النادي، وسجله في أول مباراة له. كان متوقعاً منه أكثر من ذلك. في غضون ذلك لعب بالفعل في الدوريات الأوروبية الكبرى، الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي. وعلى الرغم من أنه كان لديه بعض اللحظات الجيدة في إسبانيا، إلا أنه لم يقنع تماماً في أي منها. من الصعب التنبؤ إلى أين سيأخذه مستقبله، لكنني لن أتفاجأ إذا انتهى به الأمر في دور هامشي مثل الدوري التركي. في الآونة الأخيرة كان هناك حديث عن احتمال انتقاله إلى غالتا سراي، قد تكون خطوة جيدة في مسيرته المهنية. ما الذي حدث خطأ لجواو فيليكس؟ يتجلى الحماس المحيط بفيليكس بعد انتقاله إلى بنفيكا في مبلغ 102 مليون يورو، الذي دفعه أتلتيكو مدريد لتأمين توقيعه، والذي يعد 5 أعلى مبلغ انتقال في التاريخ. ورغم أن أتلتيكو مدريد لم يقدم أداء يذكر مقابل ما دفعه، إلا أن أفضل أداء لفيليكس في مسيرته الكروية منذ رحيله عن بنفيكا كان في العاصمة الإسبانية، مسجلاً 51 هدفاً في 131 مباراة.
كما فاز بلقب الدوري الإسباني عام 2021. بلغت القيمة السوقية للمهاجم ذروتها عند 100 مليون يورو خلال فترة وجوده في إسبانيا، لكنها انخفضت مؤخراً إلى 25 مليون يورو في آخر تحديث للدوري الإيطالي، وهو أدنى مستوى له منذ رحيله عن بنفيكا. إذن ما الذي حدث؟ علق سانتوس قائلاً: من الصعب جداً تحديد ما حدث في مسيرة فيليكس المهنية. يمتلك فيليكس إمكانيات وقدرات فنية عالية، لكن الحقيقة هي أن الأمور لم تسر على ما يرام تقريباً منذ رحيله عن بنفيكا، وكان ذلك في صيف عام 2019، أي قبل 6 سنوات تقريباً. لقد مر وقت طويل بالفعل. في البرتغال يبدو أن هناك من لا يزال يؤمن بقدراته، ومع ذلك فإن انعدام الثقة تجاه فيليكس أكبر من أي وقت مضى. يعلم الناس أنه لم يكن يقدم أداء جيدا في الأندية التي لعب لها، وحتى في المنتخب الوطني لم يكن حاسما. لذلك هناك الكثير من عدم الثقة فيه، على الرغم من وجود من يعتقد أنه لا يزال قادرا على إظهار كل إمكاناته. الخبر الثاني: كيفن دي بروين سيغادر مانشستر سيتي. تحليل إحصائيات أسطورة بلجيكا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أكد أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز كيفن دي بروين رحيله عن مانشستر سيتي عند انتهاء عقده بنهاية الموسم. يعد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم على مدار العقد الماضي، وقد فاز ب16 لقباً منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادماً من فولفسبورغ عام 2015، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022 و33 الذي شهد تتويج السيتي بالثلاثية. وكتب لاعب خط الوسط البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي: لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان الفصل الأفضل في حياتي. هذا السيتي، هذا النادي، هؤلاء الناس منحوني كل شيء. لم يكن لدي خيار سوى رد الجميل. وتخيلوا ماذا حدث، لقد فزنا بكل شيء. سجل دي بروين 106 أهداف في 413 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى عدد هائل من التمريرات الحاسمة، ومع ذلك لم يبدأ أساسياً سوى في 19 مباراة هذا الموسم، وقد انعكس تراجع مستواه على أداء مانشستر سيتي المتعثر. الخبر الثاني: كيفن دي بروين سيغادر مانشستر سيتي. تحليل إحصائيات أسطورة بلجيكا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أكد أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز كيفن دي بروين رحيله عن مانشستر سيتي عند انتهاء عقده بنهاية الموسم. يعد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم على مدار العقد الماضي، وقد فاز ب16 لقباً منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادماً من فولفسبورغ عام 2015، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022 و33 الذي شهد تتويج السيتي بالثلاثية. وكتب لاعب خط الوسط البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي: لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان الفصل الأفضل في حياتي. هذا السيتي، هذا النادي، هؤلاء الناس منحوني كل شيء. لم يكن لدي خيار سوى رد الجميل. وتخيلوا ماذا حدث، لقد فزنا بكل شيء. سجل دي بروين 106 أهداف في 413 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى عدد هائل من التمريرات الحاسمة، ومع ذلك لم يبدأ أساسياً سوى في 19 مباراة هذا الموسم، وقد انعكس تراجع مستواه على أداء مانشستر سيتي المتعثر. كان تأثيره على الدوري الإنجليزي الممتاز مذهلاً، لذا دعونا نلقي نظرة على بعض الإحصائيات وراء مسيرة صانع الألعاب البلجيكي الرائع في مانشستر. إحصائيات كيفن دي بروين المذهلة مع مانشستر سيتي تعزز إرثه منذ انضمامه من فولفسبورغ الألماني مقابل 76 مليون يورو عام 2015. لم يقدم أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز تمريرات حاسمة أكثر منه. إبداعه لا يضاهى. فاز البلجيكي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 و2021-22 في 277 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، قدم ما يصل إلى 117 تمريرة حاسمة، وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه
فإن أطرق لاعب يقترب من هذا الرقم في الفترة المذكورة هو محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 85 تمريرة حاسمة، كما يحتل دي بروين المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تمريرات حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز خلف رايان جيجز 162. سجل دي بروين بنفسه العديد من الأهداف، وكان ركيزة أساسية في أهم المباريات. من أبرز أهدافه هدفه المذهل ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، وهدفه الرائع من زاوية ضيقة ضد تشيلسي من حافة منطقة الجزاء. لسنوات كان السماح لدي بروين بالتسديد من أي مكان حول منطقة الجزاء أمرا محظورا على دفاعات الخصم. أما في مانشستر سيتي فقد أصبح أسطورة حقيقية. 7 لاعبين فقط في تاريخ النادي لعبوا مباريات أكثر من 413 مباراة خاضها مع النادي. سيكون البلجيكي لاعبا سيفتقده مانشستر سيتي بشدة، بل الدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله. يقال إنه كان أفضل لاعب في الدوري خلال العقد الماضي، وقد أضاء العديد من المناسبات الكبرى. ستكون مهمة استبدال دي بروين شبه مستحيلة لفريق بيب غوارديولا. إنه لاعب عظيم بحق في الدوري الإنجليزي الممتاز. الخبر الثالث: كريستيانو رونالدو. الارتفاع 1.88. تاريخ الميلاد عمر 5 فبراير 1985، 40 سنة. عدد المباريات والأهداف 219 236. المركز الميلاد البرتغال، فونشال. الجنسية البرتغال. الدوري السعودي. المظاهر 25. الأهداف 21. يساعد 3. البطاقات الصفراء 2. البطاقات الحمراء 0، 96%. التشكيلة الأساسية 93%. دقائق 43%. الخبر الأخير: القيمة السوقية للبوندسليغا تشافي سيمونز ينخفض ب10 ملايين يورو. مايكل أوليس الآن ضمن أفضل 5 لاعبين الدوري الألماني، هو آخر الدوريات الأوروبية الكبرى التي ارتفعت قيمها السوقية. إجمالاً ارتفعت قيمة 149 لاعباً يلعبون في الدرجة الأولى الألمانية، بينما حافظ جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ وفلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن على صدارة القائمة بقيمة سوقية بلغت 140 مليون يورو. أما هاري كين فيحتل المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 90 مليون يورو. مع ذلك شهدت قيمة بعض زملائه في الفريق تقلبات صعودية وهبوطية. في حين ارتفعت قيمة مايكل أوليس السوقية بشكل ملحوظ، يعد زميله في بايرن ليروي ساني من بين أكبر الخاسرين في القيمة السوقية. في الواقع انخفضت القيمة السوقية لساني للمرة الثالثة على التوالي. في ديسمبر 2023 بلغت القيمة السوقية لساني 80 مليون يورو. كانت هذه ثاني أعلى قيمة سوقية في مسيرة اللاعب الذي شارك مع المنتخب الألماني 69 مرة، 14 هدفاً. في ذلك الوقت شكل ساني شراكة رائعة مع كين، وسعى الجناح أخيراً إلى تحقيق إمكاناته اللامحدودة. بعد عامين لم يتبقى الكثير من هذا المستوى. أدت الإصابات وعدم الثبات في الأداء إلى انخفاض قيمته السوقية من 80 مليون يورو إلى 70 مليون يورو في مايو 2024، ثم 60 مليون يورو في أكتوبر 2024، إلى 45 مليون يورو فقط في ديسمبر. كجزء من هذا التحديث انخفضت قيمة سانا السوقية الآن إلى 38 مليون يورو، وهي أدنى قيمة سوقية له منذ يونيو 2017 عندما كان نجماً صاعداً في مانشستر سيتي. القيم السوقية للدوري الألماني أكبر الخاسرين في تحديث مارس بينما عانى ساني. يقال إن أوليس كان من أفضل الصفقات التي تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. انضم الجناح الفرنسي مقابل 53 مليون يورو فقط من كريستال بالاس في يوليو، وسجل 13 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في 40 مباراة في جميع المسابقات. وصرح توبياس كروغر منسق القيمة السوقية في ترانسفير ماركت بألمانيا عن أوليس الذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 15 مليون يورو
لتصل إلى 80 مليون يورو. المختال الفرنسي من أفضل لاعبي الموسم، وأضاف قيمته السوقية الجديدة تضعه في نفس فئة كفاراتسخيليا أو رافينيا، وهو الآن رابع أغلى لاعب في الدوري الألماني. القيم السوقية للدوري الألماني: سقوط تشافي سيمونز. الطلب على بنيامين سيسكو. لم يعد تشافي سيمونز صانع ألعاب RB لايبزيغ رابع أغلى لاعب في الدوري، فقد انخفضت قيمته السوقية بمقدار 10 ملايين يورو، من 80 مليون يورو إلى 70 مليون يورو، بعد أن غاب عن جزء من الموسم بسبب إصابة، وهو الآن يستعيد لياقته البدنية. قال كروغر: يستبعد تشافي سيمونز بسبب قيمة انتقاله التي دفعها RB لايبزيغ. وأضاف: لقد وقع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً عقداً نهائياً بقيمة 50 مليون يورو فقط من باريس سان جيرمان هذا الشتاء، وعلينا أن نتعامل مع قيمة الانتقال المدفوعة. كان حجم الشرط الجزائي وقدرة RB لايبزيغ على إتمام الصفقة أمراً مفاجئاً، لكن مستقبل تشافي سيحدد بشكل أساسي بمدى قدرة لايبزيغ على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. يمكن قول الشيء نفسه عن أفضل مهاجم في النادي بنيامين سيسكو. قال كروغر: إنه أحد أكثر المهاجمين موهبة في أوروبا. سجل السلوفيني 17 هدفاً و6 تمريرات حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ويحتل المرتبة الأولى بين لاعبي تحت 21 عاماً في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. نظرة عامة: ستتسابق الأندية للتوقيع معه في الصيف. أشارت التقارير إلى وجود شرط خروج في عقد سيسكو بقيمة 70 مليون يورو، لكن موقع يفهم أن هذا ليس هو الحال تماماً. هناك تفاهم على أن سيسكو يمكنه المغادرة إذا تم استيفاء معايير معينة، ومع ذلك فإن هذه المعايير ليست مرتبطة برسوم انتقال. وكما هو الحال بالنسبة لتشافي، ستعتمد في الغالب على ما إذا كان النادي مؤهلاً لدوري أبطال أوروبا. وفي كلتا الحالتين يرى السلوفيني أن قيمته السوقية تزيد بمقدار 15 مليون يورو، من 50 مليون يورو إلى 65 مليون يورو الآن. القيم السوقية للدوري الألماني: ارتفاع في قيمة إيكيتيكي، تخفيضات عديدة لدورتموند. ارتفعت أيضا قيمة مهاجم أينتراخت فرانكفورت هوغو إيكيتيكي بمقدار 15 مليون يورو، وارتفعت قيمته السوقية بنسبة 37.65% لتصل إلى 55 مليون يورو. وصرح كروغر: إيكيتيكي هو أحدث موهبة هجومية خارقة صاعدة من أينتراخت فرانكفورت. يتميز هذا المهاجم الذي يبلغ طوله 190 سنتيمتر بإنهاء رائع للهجمات وتقنية مذهلة. مجموعته الإجمالية نادرة في كرة القدم الأوروبية. إذا استمر في التطور فمن المرجح أن ترتفع قيمته السوقية مجددا في الصيف. هذا كان ملخص اليوم حول أخبار الانتقالات والمباريات. شاركونا آراءكم في التعليقات. من هو أفضل لاعب في هذه الصفقات؟ وما هي المباراة التي أعجبتك أكثر؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى لا تخسروا أي جديد. شكرا لكم على المشاهدة، وأراكم في الفيديو القادم. رمزي مورسي.